قبل ما نبتدي الفيديو ما تنساش تصلي على سيدنا محمد، وعايزك تنزل تتأكد انك عامل اشتراك وعامل اللايك على الفيديو، وهتنزل تكتب في التعليق الاي دي بتاعك والاسم بتاعك، واذا كنت رايك شرق اوسط ولا عالمية. السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ النهارده معانا الاكونت الاصلي بتاعنا، مش معانا مستر مسدس، مش معانا اي حد مميز، معانا احنا الشريف، وديت اسم القناه بتاعتنا. والقناه ديت الحمد لله قدرنا نوصل ل 200 متابع، وانا بشكل كبير مبسوط جدا. وايوه انا بقول ان احنا قدرنا نوصل ل 200 متابع، مش انا لوحدي، لان انتوا اللي وصلتوني لل 200 متابع. النهارده مش هنعمل حاجات كتير، النهارده هنلعب جيم بعيدا عن مستر مسدس، بعيدا عن تحدي المسدسات، بعيدا عن اي حاجه. انا بس حابب اتكلم معاكم وارحب بال 200 متابع اللي اجوا، ويعني مشرفيني، وان شاء الله القناه ديت هتبقى تكبر واحده واحده قدام. والله اعلم ممكن نوصل لغايه فين، بس انا بالنسبه لي القناه ديت انتوا فيها عيلتي، ويعني كلكم على عيني وعلى راسي. كلكم ان شاء الله هحاول دايما افرحكم وابسطكم، لان القناه ديت بس مش معموله علشان خاطر انكم تشوفوني بلعب، لا بس بالعكس معموله ان انا اعمل ايفنتس واعمل حاجات اشاركها مع المتابعين. المهم خلينا نبتدي عشان حابب اكلمكم جوه الجيم. طبعا فيديو النهارده مختلف شويه، يعني انتوا دايما متعودين ان انا انزل عن السلسله، بس كنت حابب اتكلم معاكم شويه، او اذا كان في حد يعني مهتم بالكلام اللي انا بقوله. بس كده كده باذن الله زي ما انتوا عارفين، يعني انا هكمل السلسله بتاعت مستر مسدس، مش علشان وصلت 200 متابع يعني هوقف السلسله. بالعكس انا لسه ان شاء الله احتمال كبير اعمل بث مباشر ان انا اخلص السلسله ديت. بس انا كنت يعني جايبكم النهارده عشان مبسوط قوي، ومبسوط ان احنا قدرنا نخبط ال 200 متابع قبل ما التحدي يخلص. يعني انا بالنسبه لي الموضوع دوت انجاز جديد عليا، لان اوقات الواحد بيمر بفترات صعبه في حياته، بيبقى عايز، فاهمين، الواحد بيبقى عايز ينجز حاجات. يعني هو يعني انا بالنسبه لي القناه ديت كانت تحدي اكتر ما هي اي حاجه. ومش بس تحدي، انا اوقات مثلا لما بحس ان انا زعلان او حاجه مضايقاني، بحس ان انا حابب اعمل حاجه تفرح الناس اللي حواليا او ترسم مجرد ابتسامه. يعني انا حاولت على قد ما اقدر في فتره التحدي ديت ابسط الناس، وما زلت يعني بحاول افرح الناس على قد ما اقدر. مش بس اللي هو ان انا اخدم الناس وخلاص، لا بالعكس، احس ان مجرد ان انا ارسم ابتسامه على شخص، دي حاجه بتسعدني نسبيا. فبالنسبة لي حاجة زي كده بتهديني. معلش لو هتلخبط شوية في الكلام، بس عشان بحاول اخلص الفايتات اللي بتحصل هنا. هو ليه انا مهنج؟ انا مهنج طيب ماشي، مش مهم، عادي ممكن نسيب الفايت دي. اوه وو 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 وو. اه 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 اموت. على قد ما هو كان بالنسبة لي تحدي ان انا احاول اعلي القناة، وان شاء الله هنعليها قدام، واي حاجة تيجي منكم يعني هتفرحني. يعني مجرد ان فكرة ان في ناس قدرتني وعملت اكونتات تانية، بس مجرد انها عايزة توصلني ل 200 متابع، وفي ناس يعني كانت مبسوطة وهي بتلعب معايا، كانت عايزة تكلمني انها تلعب معايا، كل دوت بيفرحني. يعني انا بقرا كومنتاتكم كلها، ويعني مجرد بس انكم بتقولوا عليا اسطوره والحاجات دي، مجرد الحاجات دي يعني بتفرح الواحد. فانا في نفس الوقت مش عايز كل حاجه تكون عليا لوحدي، اللي هو لا، انا حابب برضه ادي الناس حاجه تفرحهم. وعشان كده الشريف مش مجرد بس ان انا العب، لا، ده في كمان التحديات، وهعمل لكم تحديات والحاجات ديت وفعاليات، بحيث الناس تكون متفاعلة معايا، وممكن تكسب، ويعني ممكن تخسر عادي، ولو خسرت ممكن تكسب في اللي جاي، الله أعلم. يعني أنا بالنسبة لي إن شاء الله الجولد اللي هوزعه دوت 3 اللي هيتم اختيار اسمهم بشكل عشوائي تام. أنا فعلا هنزل الفيديو بتاع عجلة الحظ وهي بتختار بشكل عشوائي. مش عايز حد يزعل، او مش عايز حد مثلا اللي هو ساهم في القناه بشكل كبير وبرضه ما كسبش، لا، انا ان شاء الله هحاول على قد ما اقدر اعمل لكم حاجات بحيث كله يكسب باذن الله. فاللي هو باذن الله لما الاسامي تطلع، مش حابب حد يزعل او يتضايق، لا ده لسه في يعني لا صح، المفاجاه صحيح. للاسف محدش عارف يخمن المفاجاه صح. فانا هقول المفاجاه هي ان انا هعمل ان شاء الله بطوله. البطوله ديت مره للميسك ومره للليجن، بحيث يكون في تناسق في الفرق. يعني انا لو حطيت الميسك ضد الليجن، او مثلا ميسك ضد الدايموند، مش هيبقى في تناسق. فالبطوله ديت هتبقى باذن الله على 1000 جولد. و
هيكون البطولة من التيم من 2 وكل واحد هياخد 500 جولد بإذن الله يعني. فده يعني حدث كبير بإذن الله، هيبقى بتوع الرانك الليجند والمثل. انا مت هنا صح؟ لا ما متش، انا هموت هنا، في حد هيخش عليا. ايه ده انا؟ ماشي. فديت. اوه في حد نزل. انا مت. لا ما متش. انا سكت معلش، انا سكت حاولت اركز. المهم يعني زي ما بقول لكم البطوله ديت هتبقى الرانك الميسك والرانك الليجند، والبطوله هتبقى مكونه من 2 ان شاء الله. هعلن عنها بعد التحدي باذن الله. زي ما كنت بقول في الاول ان الموضوع دوت بالنسبه لي تحدي. ليه؟ لان اوقات الواحد بيمر بفترات صعبه، فانا حبيت اتحدى نفسي ان انا ايه، اقوم واعمل الحاجه اللي تفرحني، اللي انا برضو امنتج، اللي انا العب، اللي انا افرح الناس. كل ديت من الحاجات اللي ايه، اللي ممكن تساعدني. وفي نفس الوقت اديت لكم تحدي انكم بتوصلوني ل 200 متابع، وبحاول على قد ما اقدر ادخلكم في كل حاجه انا بعملها، ان انا العب مع المتابعين. وكده كده مش هنسى اي حد كان ساهم في القناه ديت، مش هنسى بجد. يعني انا عارف كل واحد ساهم كويس قد ايه في القناه. فبس يا طبعا انا كنت جاي اقول لكم الكلام دوت وارحب بال 200 متابع. يعني ان شاء الله باذن الله بعد التحدي دوت اكيد هيبقى في تحدي جديد هعمله، بس ما اعرفش ايه هو لغايه دلوقتي. فاكيد هنحاول نوصل القناه عدد متابعين معين برضه، ولا ايه رايكم؟ مش هنفضل ثابتين عند ال 200، ولا عايزين نفضل ثابت عند ال 200 بقى؟ عادي ممكن اثبت عند ال 200، بس المهم انكم تكونوا مبسوطين بالموضوع، مبسوطين انكم اتعاملتوا معايا، ويعني مبسوطين ان انا كنت خفيف على قلبكم ولا زعلت حد ولا اثرت في حد. باذن الله برضه بعد الفيديو دوت هننزل الفيديو بتاع عجله الحظ. اتمنى بس ما اكونش فاتح المايك وفي حد سامعني. كوني بكلم نفسي هيقولوا عليا مجنون ولا حاجه. واد ده ميت. ايه الايم ده؟ اول جيم النهارده يعني. انا قلت اقعد كده على الجهاز عشان كنت صاحي. انا معلش لو الفيديو اللي فات حسيتوني يعني ميت فيه، بس انا فعلا كنت مرهق فيه قوي، ومش قادر فعلا امنتج ولا قادر اعمل اي حاجه. بس انا حبيت برضه انزل بحيث ايه ما اوقفش او اوقف التحدي، او فكرتوني كسلت ولا حاجه. لا لا لا، انا مكمل معاكم الحمد لله. يعني ان شاء الله مكمل معاكم السلسله بشكل كبير. آه معلش ثاني. عجبني اللي انا بقول معلش. اي انا طب ما تنزل تفايت بدل ما انت عمال تلعب بسنايبر من اول الجيم. ده ايه الملل ده؟ يعني هو خايف يبوش. بصراحة انبسطت من ردة فعلكم ان احنا خلاص بنقرب ان احنا التحدي دوت نخلصه. انبسطت اكتر من الناس اللي دخلت تبارك لي اول ما وصلنا 200 متابع. يعني في ناس على طول دخلت تبعت لي وتعمل كومنتات مبروك. اللي هو يا جدعان انتوا للدرجة دي بتحبوني؟ طب انتوا لسه عارفيني؟ انتوا امتى حبيتوني كل الحب ده؟ بس انا بجد بحب الحب دوت. ويعني ان شاء الله نقعد نكبر في القناة ويكون الناس اللي فيها كلها ناس حلوة يعني. ويعني ان شاء الله ما نأذيش اي حد ولا نعمل اي مشاكل مع اي حد. انا مبسوط ان انا انا مبسوط ان الفيديو النهارده مختلف شوية، بحيث حاسس ان انا واخد راحتي في اللعب. حاسس ان انا كنت دايما مربوط بالاسلحة ديت، بس حاليا هو انت بتعمل ايه يعني لا مؤاخذة لا مؤاخذة لو انا بسكت كل شوية بجد عشان بحاول اركز. تاني السنايبر. والله انا هموت واجيب له سنايبر بس مش ملاحق. في واحد قدامي اهو. اوه يا غشيم، في حد ينزل كده؟ تعال اقول لك بس شوفها. انا غبي ليه؟ عشان اطلع بره زون والزون خلاص بتقفل، وانا في مكان اصلا ما يسمحش للحوارات دي كلها تحصل. معلش السلاح كان بيعشق. اوه شت. جي جي صح؟ يا عم اهدى يا عم، الدبان عمال تطير بقى. عاش. يعني اهم حاجه تكونوا بس انبسطتوا من الجيم بلاي اللي زي الزفت ده. انا ارجع بكرامتي لاكونت مستر مسدس، ارحملي من العك اللي انا بعمله في الاكونت ده. بس يعني انا انبسطت جدا. يعني فرق الرانكات عيب والله، عيب عليك والله، عيب عليك يا لعبه. انبسطت قوي بالناس اللي قابلتها في فتره التحدي ديت، وان شاء الله هنبسط اكتر بالناس اللي هقابلها قدام. يا رب دايما كده اشوفكم على خير ومبسوطين وبتتفرجوا على الفيديوهات كلها. عايزكم تتابعوا فيديوهاتي كلها، ما تنسوش تتابعوا كل فيديو وتعملوا اللايك والمتابعه.
وكده كده يا رب دايما اشوفكم على خير. سلام.